تمام. طب تعالوا بقى نشوف. فرجاني مشي. يا نهار ابيض، فرجاني مشي. اه يا عم فرجاني مشي، ده لعيب جامد جدا. فرجاني ده لعيب جامد جدا. فرجاني مشي. طب مين لعب مكانه؟ امام عاشور. امام عاشور. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ امام عاشور قد فرجاني 900 مره. انت بتقول ايه يا عم خالد؟ انا ما بتكلمش، انا بقول احصائيات. امام عاشور في السرعه افضل من فرجاني، في القوه افضل من فرجاني، في قطع الكرات افضل من فرجاني، في الشوط افضل من فرجاني، في التهديف اكتر من فرجاني، في نسبه الجري اكتر من فرجاني. بس فرجاني لعيب كبير، انا ما بقولش ان هو مش لعيب كبير، بس انا بقول رحيل فرجاني هل اثر؟ لا. يعني امام عاشور دلوقتي نمره واحد. لو قلت لي رجع فرجاني ومشي امام هقول لك لا يا عم، امام عاشور افضل. امشي فرجاني؟ امام مين اللي يمشي؟ ده احسن من فرجاني، ده هو المستقبل، ده هو سنه صغير، ده فرجاني عنده فوق ال 30. زي ما سمعنا ده كان كلام خالد الغندور عن إمام عاشور، والكلام ده فات عليه سنة واحدة بس، وكان بالتحديد في توقيت رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي. وهي دي أصل الحكاية كلها. هما شايفين إن إمام عاشور لاعب كبير ومهم، وانتقاله من الزمالك للأهلي بيمثل ضربة قاضية ليهم، لأنه بيمثل حلقة جديدة في مسلسل ضربات الأهلي للزمالك على صعيد الصفقات وانتقالات اللاعبين في السنين الأخيرة. وهم أكيد مش ناسيين ألم كهربا اللي بيعانوا منه لحد دلوقتي، ولذلك بيحاولوا يمنعوا صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي بكل الطرق، خاصة إنه رحل عن الزمالك قبل 6 شهور فقط. بعودته إلى الأهلي وبعد 6 شهور فقط من رحيله عن الزمالك هيبين الموضوع وكأنه كان مخطط ليه، وحتى لو ما كانش ده حقيقة فهو في النهاية بيمثل لهم ألم جامد جدا وضربة قاضية، وبيزيد من إحساسهم بالمرارة إنهم مش هيستفيدوا أي شيء سواء انتقل اللاعب للأهلي أو حتى لغير الأهلي، لأنهم لما انتقل اللاعب إلى الدنمارك ما كتبوش في عقده أي بند بيتيح لهم الاستثمار في اللاعب والاستفادة منه بأي نسبة في إعادة بيعه. والحقيقة إن ده بند ما استفادش منه الزمالك بالرغم من أي نادي في العالم بيستفيد منه دلوقتي، وأصبح وكأنه بند ثابت في أي عقد. حتى إن حمدي فتحي مثلا لما انتقل من الأهلي لقطر نادي إنبي هيستفيد بمبلغ، والمبلغ ده دايما بيتراوح في العقود من 15 إلى 20%. فكل دي أمور خلت الزملكاوية يشعروا بنوع من الغيظ الشديد جدا، ولذلك بيفتشوا في دفاترهم وبيحاولوا يخلوا اللاعب ما يروحش الأهلي بأي طريقة. ففكروا ودوروا ورجعوا للقطات قديمة واللاعب بيتطاول فيها على رموز الأهلي أيام ما كان بيلعب في الزمالك، ودلوقتي افتكروا إن دي كانت حاجة ما ينفعش تحصل، وإنه كان اللاعب لازم يتحاسب عليها، وإن ده كان غلط، وطالما اللاعب عمل كده يبقى ده بيتعارض مع مبادئ الأهلي لو فكر في يوم من الأيام إن هو يتعاقد معاه. أصبح الزملكاوية دلوقتي بيخافوا على مبادئ الأهلي أكتر من الأهلاوية. طيب ممكن حد من إعلام الزمالك يفكرنا هم اعترفوا بمبادئ الأهلي إمتى قبل كده؟ أصلا مبادئ الأهلي دي كلمة كانوا دايما بينكروها وبيتكلموا عليها باستخفاف وعمرهم ما اعترفوا بيها. فبأي شكل انت جاي النهاردة تتكلم عن ان التعاقد مع إمام عاشور حدث هيهدم مبادئ الأهلي اللي انت عمرك ما اعترفت بيها؟ هل الأهلي لما أخذ سابقا أي قرار زي مثلا رفض عودة عصام الحضري اللي هو يعتبر أفضل حارس في تاريخ مصر، هل طلع الزملكاوية وقالوا بصراحة الأهلي ده نادي المبادئ؟ لأن مش سهل أبدا أي نادي يرفض اعتذارات متتالية من حارس على قرار غلط أخده، وده برغم إنه كان بالفعل حارس أسطوري هو الأفضل في مصر وفي إفريقيا ورغم حاجة الأهلي له في وقتها. لكن الأهلي ضرب بالحضري المثل ووضع بيه مبدأ إن الأهلي ما بيقفش على أي حد. الإجابة طبعا معروفة، الزملكاوية عمرهم ما اعترفوا أصلا بمبادئ الأهلي ودايما بيحاولوا يشككوا فيها. ففكرة تعليقهم الاعتراف بيها بعدم إتمام صفقة إمام عاشور محاولة مفضوحة وساذجة لتعطيل الصفقة لا أكتر ولا أقل. تصرفات جمهور وإعلام ومسؤولي الزمالك تجاه صفقة إمام عاشور في حد ذاتها إثبات لفكرة مبادئ الأهلي اللي عمره ما استجدى لاعب للتعاقد معاه بالشكل المهين اللي بيعمله الزمالك دلوقتي، وكأن الزمالك هينهار من دون اللاعب، وده الفرق باختصار بين الأهلي والزمالك. بالنسبة لجمهور الأهلي اللي معترض على التعاقد مع إمام عاشور فده حقهم تماما، ومحدش يقدر يحجر على رأيهم ولا يحاول يقنعهم بعكس ده. ببساطة هم أحرار. اللاعب غلط مرتين قبل كده لكنه اعتذر، واعتذاره كان وهو بيلعب في الزمالك مش من بعد أخبار الانضمام للأهلي، ودي تفرق كتير.
فانت كأهلاوي شايف ان اعتذاره كافي، فاكيد هتشوف انه اهلا بيه في الاهلي. ولو شايف انه لا مش كفاية واعتذاره لا يعني انه مرحب بيه في الاهلي، فده حقك ومبررك كمان مفهوم ومقدر. في الاخر احنا كأهلاوية عندنا ارضية مشتركة اننا الاتنين متفقين على حاجات، اولها ان في حاجة اسمها مبادئ للاهلي فعلا، وفي مواقف سابقة كتير متفقين عليها، فعادي ده اختلاف داخلي جمهور الاهلي حر فيه، ومش من حق اي حد بيتذلل للاعيبة انه يتدخل في الحوار ده اصلا. من الاخر هم ما بيناموش من الغيظ على الصفقة نفسها، لانه مش معقول يعني انهم خايفين على مبادئ الاهلي دلوقتي اللي هم بالاساس بينكروها ومش معترفين بيها اصلا. في عالم الاحتراف من حق كل لاعب واي نادي البحث عن مصلحته، واللي يشوفه مناسب له بيعمله. إمام عاشور لاعب جيد ومتطور وصغير في السن، ويعتبر صفقة رابحة للي ينجح في ضمه. وجوده في الأهلي يحقق إضافة فنية للفريق، وابتعاده عن الزمالك خسارة فنية كبيرة ليهم. استغناء الزمالك عن اللاعب للانتقال إلى الدوري الدنماركي تم بإرادة إدارته، اللي حتى ما كلفتش نفسها تضع أي بند يسمح باستعادته، أو على الأقل يسمح بالاستفادة المادية من إعادة بيعه. استغلال الأهلي لموقف اللاعب الراغب في اللعب في الدوري المصري أمر يخصه ولا يعيبه، وما يضعش النادي في مرمى أي اتهام من الزمالك ولا جماهيره. وإن كانت الاتهامات من الجماهير الأهلوية نفسها فمن حقها، لأنه عندها سبب ومبرر، لكن مش من حق الجماهير البيضاء يبقى ليها رأي أصلا في الموضوع. لو أتيحت أي فرصة لإدارة الزمالك للتعاقد مع أي لاعب في الأهلي هتجري وراه، حتى لو كان كهربا تاني، وده من حقها زي ما حصل قبل كده مع عبد الله السعيد. انقسام جماهير الأهلي على اللاعب ورفض البعض للصفقة بسبب حادثة الاعتداء اللفظي ضد رموز الأهلي وعلى رأسهم الكابتن صالح سليم، أو الاعتداء البدني على أحد أبرز نجوم الأهلي وليد سليمان، هو الأمر الأكثر تأثيرا في القصة كلها. وهيظل الحديث عن النقطة دي ممتد لفترة، لكن ده لا يسمح ليك انت كزملكاوي انك تحشر نفسك اصلا في قضية مالكش فيها، والاحسن طبعا تخليك في نفسك. مبادئ الاهلي يحددها الاهلي بطريقته، مش بمزاجك عشان تيجي في يوم من الايام تتلون في لحظة وتعمل نفسك حريص عليها اكتر من الاهلي، لان انت اصلا عمرك ما اعترفت بيها. فمش هتنجح انك تصحى من النوم فجأة وتفتكر مبادئ الاهلي دلوقتي وتدافع انت عنها وتحاول تستغلها وتخليها سيف مسلط على الاهلي نفسه. سنوات طويلة جدا واحنا كأهلاوية بنعاني من إعلام المختلط اللي عايز وكل همه القضاء على كل شعارات الأهلي، اللي هي أصلا شعارات مستلهمة من تراثه التاريخي الطويل، شعارات عاشت نبراس بيضيء الطريق لأجيال سبقت وأجيال حاضرة وأجيال قادمة من قياداته. ما شفناهم إلا بيحاربوا شعار الأهلي فوق الجميع، الشعار اللي هم عاوزين بالتدليس طبعا، عايزين ضرب الأهلي مع مؤسسات الدولة، فتلاقيهم بيقولوا الأهلي مش فوق مصر، مصر هي اللي فوق الجميع. وطبعا هم عاوزين بتكرار مقولتهم دي إننا نتوقف عن استخدام الشعار الجميل اللي بيستخدمه أبناء الأهلي، واللي كان هدفه دايما تذكير الكل إن النادي الأهلي مصلحته فوق مصلحة أبنائه وكل العاملين فيه. ظل الشعار ده هدفه تذكير من يخرج عن المسار ليعود إلى المسار الصحيح. ولو سألت كل رموز الأهلي فردهم على الموتورين جاهز، وهو إن شعار الأهلي فوق الجميع يخص أبناء الأهلي داخل جدرانه فقط. قالها كل رموز الأهلي وقياداته، قالوها ووضحوا إن الشعار ده معناه إن الأهلي مصلحته فوق مصلحتي أنا كواحد بيعمل فيه، لكنهم استمروا في التدليس ومحاولة اتهام الأهلي بإنه إزاي بيقول على نفسه إنه فوق مصر، وده طبعا ما حصلش ولا ده كان المقصود أبدا من الشعار، لأنه أكيد مصر فوق الجميع بدون ما نتكلم ولا نقولها أصلا. فإحنا أساسا مش في موقف اضطراري للرد عليهم، لأنهم ما يعرفوش حاجة عن مبادئ الأهلي، لكن ممكن كأهلوية نتكلم إحنا مع بعض، خاصة إن بعضنا التبس عليه الأمر، ومن كثرة تكرار شعار المبادئ عمدا أصبح البعض مشوش. ومن المهم إننا نأكد إن شعار المبادئ شعار يخص أبناء الأهلي وحدهم ومش أي حد غيرهم. وعلى سبيل المثال شعار الأهلي فوق الجميع، هل مثلا إحنا ممكن نقول إن مسؤول في نادي آخر غير الأهلي خالف الشعار ده؟ هل ممكن لو أخطأ لاعب خارج الأهلي إننا نقول إنه خالف مبادئ الأهلي؟ بالتأكيد لأ، لأنه مش من أبناء الأهلي والشعارات اللي بتطبق في النادي لا تخصه. أما الحديث الآن عن إمام عاشور وهل ضمه يخالف مبادئ الأهلي ولا لأ، مبدئيا مبادئ الأهلي عمرها ما كانت للذبح، لكنها كانت دايما للتقويم.
ومن الأمثلة على ده إن الأهلي صبر أصلا على محمد عباس 3 سنين قبل شطبه، وكمان كان الأهلي صبور على حسام وإبراهيم وأخطائهم اللي كانت بتحصل في السنين اللي قبل رحيلهم، بل إنه كان هيتم التجديد ليهم لولا رفض حسام إن يكون التجديد له 2 ولإبراهيم 1 سنة. وقتها حسام طلب إنه يكون تجديد عقد إبراهيم 2 زيه، ومن هنا بدأ الخلاف، وده موضوع طويل والفيديو ده مش موضعه. وكمان من الأمثلة إن الأهلي أعاد محمد شوقي للفريق رغم إنه انتقل لكريستال بالاس الإنجليزي يعتبر بلوي دراع، حاجة أقرب للهروب تقريبا. وكمان رجع محمد فاروق من تركيا رغم إنه لما سافر تركيا كان بنفس الطريقة. وكتير سامح إبراهيم سعيد رغم كل أخطائه، وما قررش رحيله أبدا إلا بتكرار أخطائه. والأمثلة كتير جدا في الإطار ده، وما كانش فيه أي لاعب أبدا بيرحل على الأهلي لمجرد خطأ ولكن لتكرار الخطأ. ولو رجعنا بالزمن للوراء لسنة 1928، وقتها حسين حجازي اللي رفض عقوبة الأهلي بالإيقاف 3 شهور فقرر إنه يروح المختلط، وكان الكلام ده في عهد جعفر والي باشا، ورجع للأهلي سنة 1931 قبل اعتزاله، لأنه اعتزل في نفس العام وما خرجش من الأهلي طول حياته بعدها. ولاحظ هنا إن كل الأسماء اللي تم ذكرها من أبناء الأهلي، ما يعني إن مبادئنا بتطبق على أبنائنا ومش على الآخرين. ونيجي لإمام عاشور، اللاعب لا شك أخطأ خطأ كبير جدا، وكلنا عارفين إن الخطأ ده كان راجع لتربية ومفاهيم ملوثة في ناديه القديم، والكلام ده قاله هاني العجيزي لاعب الأهلي السابق وهو بيتكلم عن الفترة اللي كان بيلعب فيها في الزمالك في قطاع الناشئين، لما قال بالنص إحنا في الزمالك كانوا بيربونا على كراهية الأهلي. وتعالوا نشوف الفيديو. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك. النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى، يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص، ما فيش الكلام ده خالص. قول الحق او تقول الحقيقه ان انت شفتها في النادي الاهلي. لا انا مش هقدر ان انا اوافق. لا. فإمام عاشور بعد الخطأ وعند مراجعته من أهله، خاصة إنه كان صغير في السن، يعني تقدر تقول عيل صغير وقتها، تراجع واعتذر مرة واثنين وثلاثة، وكان اعتذاره على الهواء وكمان في أثناء ما كان بيلعب في الزمالك. وكمان من المهم إن اللاعب ما كررش أخطائه تاني أبدا، على طريقة شيكابالا مثلا اللي تقريبا مشاكله وانفلاتاته عرض مستمر من 20 سنة تقريبا، وده بيوضح إنه مصر على الخطأ وإنه منهج عنده. وزي ما وضح هاني العجيزي السبب، لأنه السبب أصلا بادئ من قطاع الناشئين على التربية الخاطئة. كمان إمام عاشور ما استخدمش الخطأ للوصول لجمهور فريقه عشان يبقى أيقونة زي شيكابالا، اعتذر وهو في ناديه وظهر عليه تغيير في السلوكيات، ما يعني إنه ما أصرش على خطأه. ومن النقط المهمة إن اعتذاره كان وهو لاعب في الزمالك مش بعد أخبار انتقاله للأهلي، لأنها تفرق كتير. فبعد ده كله إحنا عايزين منه إيه تاني؟ هل عايزين نطبق عليه مبادئ الأهلي في مكان هو أصلا ما يعرفش حاجة عن مبادئ الأهلي؟ أكيد طبعا كلام مش منطقي. هو أخطأ وتعاقب واعتذر والتزم. البعض وهم كتير بيقولوا انه شتم رموز الاهلي وعلى راسهم الراحل المايسترو صالح سليم الله يرحمه، وده طبعا حصل واعتذر، لكن البعض يرفض ذلك على اساس ان ده ضد مبادئ الاهلي. ده كلام ما اقدرش اعترض عليه، من حق جمهور الاهلي فعلا يرفض اعتذاره، ومن حقه فعلا يرى انه ما يستحقش اللعب للاهلي، حتى لو كان فيه البعض بيرى العكس وبيقول انه طالما اعتذر والتزم وما كررش الخطأ فاهلا بيه. لكن العجيب ان اللي بيضغط بوضوح في النقطة دي هم اعلاميين منتمين للمختلط، لا وبيعايروا الاهلاويه في السوشيال ميديا بالسخريه الشديده من مبادئ الاهلي، وكانهم كانوا عارفين المبادئ دي ومعترفين بيها من الاول وزعلانين عليها دلوقتي، بالرغم من انهم اكتر من اهان صالح سليم ورموز الاهلي كلهم. بس دلوقتي الحمد لله بقوا بيحبوا صالح سليم وبيحبوا رموز الاهلي وزعلانين عشانهم. طبعا كذابين، غرضهم الرئيسي تحويل المبادئ لتصبح سيف على الاهلي ومش سيف له. انا هنا مش هكلمك عن فضيلة العفو ولا فضيلة التسامح، لكن هحاول اكلمك بمنظور عقلي بحت. هنضرب مثال ونقول لو حد اهان عائلة وكبرها اهانة كبيرة وخاض في سمعة كبراء العيلة دي، بعدها جه اهله معتذرين عن خطأهم وفعلا التصرفات دي ما اتكررتش تاني ابدا وقبل الجميع الاعتذار، فهل هنا فرطت العائلة في حق كبرائها؟ وسؤال تاني، هل العيلة اللي قبلت الاعتذار دي مش اكيد فيها بعض الافراد هترفض اعتذار اللي اهان كبير العائلة؟ بمعنى انه العائلة نفسها هتنقسم، في ناس هتقبل الاعتذار وناس لا.
أكيد ده هيحصل، وده من حقه وده من حقه، وأصلا ده اللي بيحصل فعلا. مستحيل يكون في إجماع على قبول الاعتذار، وأكيد بعدها بيلتقي أفراد العيلتين وبيسلموا على بعض عادي جدا متناسين اللي حصل، وبيظل اللي رفض الاعتذار على موقفه الرافض، ومفيش لوم عليه ولا تقدر تلومه لأنه أصلا عنده مبرر لقراره من الأول. إذا من حق أي أهلاوي رفض إمام عاشور حبا في صالح سليم ورموز الأهلي، حقه الطبيعي جدا ولا لوم عليه. وفي نفس الوقت من حق باقي الأهلاوية قبول الاعتذار، خاصة إنه كان اعتذار واضح وتلاه التزام كبير من اللاعب قبل ما يترك ناديه، وما كانش اعتذارا لحاجة هو عاوزها لأنه ما كانش يعرف هيروح الأهلي ولا لأ في يوم من الأيام. الخلاصة إنه من حق أي أهلاوي رفض إمام عاشور، لكن ما يجبش إنه يربطها بالمبادئ، لأن مبادئ الأهلي لأبناء الأهلي ولا تطبق إلا على اللي بين جدران الأهلي، وما كناش هنقدر نطبقها على إمام عاشور أو غيره اللي هو بره الأهلي. فمن حقك رفض إمام عاشور لأنك بترفض اعتذاره وشايفه أهان رموز الأهلي، وده مبرر مقنع وده حق طبيعي ليك. لكن انتبه، ضم إمام عاشور لا يخالف مبادئ الأهلي، شعارات الأهلي على أبنائه فقط. وبعدين فكر معايا، مش هم دول اللي ملأوا الدنيا صراخ وفضلوا يقولوا إن الأهلي مش فوق الجميع بحجة إن الأهلي مش فوق مصر ومصر هي اللي فوق الجميع، ولو انتوا بتقولوا الأهلي فوق الجميع فهو عليكم انتوا لوحدكم. وده طبعا برغم إننا أصلا ما قلناش إن الأهلي لا فوقهم ولا فوق مصر ولا كان الشعار ده المقصود بيه، ودايما كنا نقول إن الأهلي فوق جميع أبنائه فقط ومصلحته فوق كل اعتبار، وطبعا اللي هيرعى مصلحته هو أبنائه. فدلوقتي عايزين إننا نطبق المبادئ دي على من خارج النادي ليه، وبيطالبونا إننا نطبقها على إمام عاشور. أكيد كلام مش منطقي، لأنه لما كان بيلعب في الزمالك ما كانش للأهلي سلطة عليه. فيا مشجعي المختلط ارسلكم على بر، هنطبق الشعارات داخل الأهلي وخارجه ولا داخله فقط؟ لو طبقنا مبادئ الأهلي على من خارجه إذن الأهلي فوق الجميع وعلى رأسهم المختلط، تمام كده؟ لو اعترفتوا بكده الكلام هيبقى مختلف جدا، وساعتها هيبقى ليكوا حق تتكلموا عن فكرة ضم إمام عاشور. أما دلوقتي فملكش إن أنت تحشر نفسك في الموضوع أصلا. أخيرا بأؤكد تاني إن أي اختلاف بين الأهلاوية هو مبرر ومفهوم وفي أرضية مشتركة أصلا، والطرفين لهم مبرر منطقي جدا في رؤيتهم تجاه الصفقة دي. لكن بأؤكد برضه إنه الكلام ده كان كله لإرساء المبدأ فقط، ومن غير ما يكون في أي معلومة هل هينضم إمام عاشور للأهلي ولا لأ. ودي كانت مجرد محاولة لإزالة التشويش نتيجة خلط المفاهيم أو نتيجة ضغط الإعلام الأبيض اللي كل حكايته إنه متغاظ من فكرة مقلب انتقال اللاعب للأهلي، وفي نفس الوقت مرعوب من انقلاب جمهورهم على ناظر عزبتهم. وده طبعا بسبب التفريط السهل في اللاعب، وبدون حتى ما يتكتب في عقده بند يضمن للزمالك أي فلوس على الأقل في حالة رجوع اللاعب للدوري المصري أو لأي نادي. ودي في حد ذاتها هزيمة تانية، لأنه الهزيمة الأولى هي انتقال اللاعب للأهلي بضربة قاضية، والهزيمة التانية إن الزملكاوية يتفرجوا على الصفقة وهي بتتم بكل بساطة وبدون ما يستفيدوا شيء، بل كمان بيظهروا قمة غيظهم من انضمام اللاعب للأهلي. تحياتي. الكلام اللي بيتقال والقصص حوالين امام عاشور هل ليها ظل من الحقيقه او لا؟ والله امام عاشور لعيب مهم، ومن حق كل الناس تروح لجميع السيناريوهات. حتى لو كان البعض بينشر فيديوهات يقول فيها ان الاهلي نادي المبادئ والقيم والراجل ده راح في النادي وعمل كذا وكذا. طب خليني اخلص كلامي بس. ما انا فهمت انت تقصد تقول ايه يا سيد بيه. اصل دي بص، هو النهارده سيبك بقى من موضوع امام عاشور نفسه. أيوة. طب افرض ان انا قلت مش عايز امام عاشور، هيقول لي اهو كده يا نادي الامام والقيم المبادئ والقيم. هم عايزين باستمرار يا يبتزوك بكلمه المبادئ يا يهددوك بيها يا ينكروها. فده موضوع يخصهم ما يخصناش. احنا لا نتصرف عشان هم يعترفوا او لا يعترفوا. اللي مش عايز يعترفوا باي شيء يخص النادي الاهلي هذا شأنه، طالما ان ده بيسعده ويعيش في فقاعة الوهم اللي هو خالقها لنفسه وبيسعده، هذا كلام هو حر. لكن النادي الاهلي مبادئه تخصه وتخص العاملين فيه، محدش فرض قيمه على اي جهة اخرى. بصراحة انا عاجبني الكلام ده، بصراحة عاجبني الكلام ده قوي يعني. انت هتيجي تقول لي ما عندكش مبادئ، شيء ما يخصكش. يخصك في ايه؟